فإنه سيبقى، ولك العذر في قتله حتى لو كان جنيا وأصر على البقاء فقد أعذرت. نعم، اتصال. أبو هويدة من العراق، تفضل يا أخي. بارك الله بك، كيف حالك يا دكتور؟ حياكم الله، أهلا وسهلا. الله يعزك، الله يبارك. المشتكى إلى الله سبحانه وتعالى أنه أنا رجل مسحور. نعم. وحتى أنه خادم السحر يتكلم دون الحاجة إلى الرقية. يتكلم على لسانك؟ أي نعم. طب وأنت تشعر بذلك؟ أتحسس به يعني، ويعني حتى صوته يختلف، وقد عالجت نفسي كثيرا يعني من خلال قراءة سورة البقرة الدهن. أنا سؤالي لك أخي الكريم، يعني الآن نعم. هي بدون مؤاخذة كبسة زر، يعني أنك تكبس زر ويتكلم هذا الجن على لسانك، أم أنه يأتي في الوقت الذي لا تريد؟ لا، عندما أريد أن يتحدث يعني. طب ممكن الآن يحدثنا الجني؟ نعم. يا أيها الجني أخبرني عن نفسك، هل أنت مسلم أم كافر؟ أنا يهودي. أنت كافر؟ نعم يهودي. أنت يهودي؟ ماذا تريد من هذا الرجل؟ وأنت ماذا تريد مني؟ هل أنت أتيت إليه عن طريق السحر؟ طب أدعوك بدعوة الله، إن الدين عند الله الإسلام، وفي آية أخرى ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الجني أدعوك للإسلام. لقد أخبرني بأكثر من هذا. هل تريد الجنة أم النار؟ إذا كنت تريد الجنة فأنطق بالشهادتين، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قد قلتها قبل يومين ولا أستطيع الخروج. لكننا ندلك على الخروج إن شاء الله. انطق بالشهادتين، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أنت الآن مسلم. يا أيها الجني ندعوك بدعوة الله عز وجل، كما قال عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهذا ما ينبغي لك أيها الجني المسلم. يجب عليك أن تخرج من جسد هذا الإنسان، وعليك أن تعطينا العهد. قل ورائي: أعاهد الله. قل: أعاهد الله أن أخرج من هذا الجسد ولا أعود إليه مرة أخرى ولا إلى أحد من المسلمين. وإن نكثت في عهدي هذا، وإن نكثت. على كل حال سنجيب أخانا أبا هويدة من العراق بآلية